كشف الصحفي والمعارض الجزائري عبد السمار في فيديو على منصة يوتيوب أن النظام الجزائري أصبح يتفكك، وذلك بسبب وجود تصدعات كبيرة خاصة بعد فضيحة بريكس. وأكد السمار أن الجزائر تعيش على صفيح ساخن، خاصة بعد الأخبار التي تسربت حول تهديد عبد المجيد تبون بالتخلي عن السلطة أمام اندهاش رئيس الأركان السعيد شنقريحة. وأضاف المتحدث أن الجزائريين أصبحوا لا يخافون الحديث حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 24 غشت الجاري. وقال عبد السمار إن الكل أصبح يعلم علم اليقين الضعف الذي صار عليه نظام الكبرانات، الشيء الذي قد يؤدي بالجزائر نحو الهاوية بسبب الهزائم الدبلوماسية المتتالية لهذا النظام. وشكل استبعاد الجزائر في قائمة الدول الجديدة المنضمة إلى مجموعة بريكس مفاجأة غير متوقعة، خصوصاً أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن بلاده تحظى بدعم أغلب دول التكتل وستتوج بمقعد في 2023. ومنذ ذلك الحين سوقت وسائل الإعلام المحلية لحظوظ الجزائر الوفيرة في الظفر بمقعد إلى جانب الدول المؤسسة للتكتل، إذا ما استمرت جهود تنويع الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار. وكانت خيبة الأمل كبيرة بعد قرار بريكس دعوة 6 دول هي السعودية وإيران والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة مطلع يناير 2024 واستبعاد الجزائر. ولم تخف النخب صدمتها من القرار، خاصة وأن سقف التوقعات كان مرتفعا جدا ولم يترك حتى الباب للشك. وانتقد كثيرون خطاب الدعاية الذي سوق لدخول بريكس، وقالوا إن طريقة تناول هذه القضية لأشهر طويلة ألحق ضررا كبيرا بمصداقية الخطاب الرسمي. وفي أول تعليق سياسي قال سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد إن اجتماع جوهانسبورغ خلف طعما مرا، وأطاح بطموح الجزائريين في أن يكونوا جزءا من الدول التي تبني عالما متعدد الأقطاب. وبدل جلد الذات، دعا جلالي إلى مناقشة هادئة للأسباب التي دفعت شركاءنا إلى عدم قبول رغبتنا في الانضمام إليهم. وقال: يجب استخدام هذه المغامرة الفاشلة للانفتاح على الواقع واستجواب أنفسنا والحد من الشعبوية والاختيار الكارثي للمسؤولين التنفيذيين. في المقابل دعا آخرون إلى تحمل المسؤولية وفتح نقاش وطني حقيقي من دون أفكار مسبقة ولا حسابات انتخابية، لأن مستقبل البلاد أصبح على المحك. زيارة الرئيس عبد المجيد تبون منتصف يوليو الماضي إلى روسيا والصين أهم قطبين في بريكس لم تؤت ثمارها في قمة جوهانسبورغ، إذ كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الدول الجديدة، وقال إنها تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية. وأضاف لافروف: المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي، وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة. وأوضح لافروف أن بريكس معنية بتوسيع صفوفها من خلال الدول التي تحمل أفكارا مشتركة تؤيد تعددية الأقطاب وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة. وقال: وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم تستوفي هذه المعايير بشكل كامل. ويقول الصحفي الجزائري المعارض وليد كبير إن رفض الطلب الجزائري كان متوقعاً نظراً لمجموعة من الأسباب، أولها أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصاداً تنافسياً ولا يملك مقومات الانضمام إلى بريكس، مضيفاً أن عدم جدية للنظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى عدم تكتله على المستوى الإقليمي وعدوانيته مع جيرانه، كلها أسباب عجلت برفض هذا الطلب.
وعلت أصوات في الجزائر تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والتخلص من رتابة الجهاز البيروقراطي الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام تحول اقتصادي فعلي، خاصة في مجال الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وتسهيل المشاريع الاقتصادية للمستثمرين في الداخل، ورفع مؤشراتها في القطاع الصناعي والزراعي لتطوير مستوى للنمو الذي يزال ضعيفاً.